السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معاكم هنتكلم عن المراجعة ونقاط مهمة كده لازم تاخدوا بالكم منها وعن تنظيم الوقت وكل حاجة. خليكم معانا. أول حاجة المراجعة النهائية يعني هي فرصة كبيرة جدًا، جدًا لأي حد مش مُلِم بحاجة معيّنة بالمنهج، مثلًا مش حل كتير في حتّة معيّنة، كل الحاجات دي ممكن تستدرجوها في المراجعة، فأنا عايزاكم تكونوا داخلين المراجعة كده وأنا اللي هو إيه، أنا باجي التاني خالص، أنا فرصة بقى في تانية. المراجعة فرصة تانية بجد إن أنا في المراجعة لأ، أنا حرفيًا هافرتك الدنيا. في حاجات مثلا معينة بتبقوا عايزين تراجعوا أصلا وانتوا لسه بتذاكروا، يعني مثلا الكيمياء مثلا الفصل التالت مثلا لو انتوا بتذاكروا في العضوية، ده أنا الفصل التالت ناسياه، طب أنا عايزة أراجعه. لأ، اللي هو انتوا خلاص انتوا كنتوا تمشوا كويس عادي خلاص في الترتيب، والمراجعة كده كده انتوا هتراجعوا كله وهتحلوا كتير وهتلاقي الدنيا كويسة يعني، ومش هتلاقوا نفسكم مثلا مفيش وقت، لأ في وقت وتلحقوا تخلصوا وتحلوا كتير كمان إن شاء الله. أول بقى نصيحة في المراجعة، يعني حاولوا لو أنتم مثلًا بتنزلوا كل الدروس، حاولوا تحوّلوا شوية فيهم أونلاين، عشان وقت المراجعة يبقى معاكم فعلًا يعني مُثمر فعلًا. وبالأخص المراجعة انت أصلا الجزء الأساسي فيها، انت لازم تذاكر انت وتحل وكده، إنما الشرح خلاص انت سمعت شرح وفهمت كل حاجة، انت بقى الجزء الأساسي، فليه تروح دروس عادي مفيش مشكلة، بس لو بعيد انت ذات نفسك بتقول ان هو بيضيع لي وقتي، إمم. لو الاستفادة فيه مش أقصى حاجة بتروح مثلا تحل معاه، طب ما تحل انت مع نفسك، وهكذا. فخدوا أحسن أونلاين لو في إمكانية يبقى أفضل يعني، عشان وقتكم طبعا والجهد وكده. تمام. أول نصيحة وأنت يعني بتشوف فيديوهات المراجعة، أول حاجة مش شرط أبدًا إنك تسمع كل فيديوهات الشرح، لإن ده أول سؤال بيتسأل لنا، هل أسمع فيديوهات الشرح كلها وكده؟ لأ، مش شرط. يعني أنا مثلًا كان في صراحة يعني المراجعة مستر رضا الفاروق وكده كان بادئ الترم التاني الأول، تاني الترم ودي كانت صراحة كويسة جدًا بمراجعة مستر عشان انتوا رضا لسه يعني. فاكرينها وكده فالدنيا آه، سهلة. فعملت إيه بقى، في فيديوهات الترم التاني سمعتها، لإن كانت دي تاني مرّة أسمعها مش أول، اه، فاهمين؟ لان احنا في نص السنة كنا راجعنا اصلا على الترم الاول كده كده. إنما بقى لمّا جيت في الترم الأولاني حرفيًا المنصة كنت باعدّي الفيديوهات كده أهو بسرعة، وبس آجي على فيديو الحل أشوف بس الحاجة اللي أنا غلطت فيها وخلاص وباعدّيها، يعني ما كنتش باسمع فيديوهات شرح في العربي أصلًا في بتاع الترم الأولاني دي. النقطة دي إمم. بالذات لو انتوا اصلا المادة كده كده بتحلوا فيها كتير وذاكرتوها كتير زي العربي، احنا بالنسبة لنا العربي ده كنا بنحل فيه كتير جدا وراجعين فيه كتير. وحاسين إن الشرح اه، مش فخلاص هيفيدكم، احنا اللي نقعد نشوف هو مش نفس حاجة الشرح، جديدة وكمان مستر رضا الفاروق كان بيشرح باستفاضة، فانت وتفصيل. هشوف نفس الشرح خلاص، ما هو انا خلاص انا المعلومات عندي بس محتاجة اراجع، بس فراجع مين مع بقى نفسك اللي احسن. يسمع الشرح؟ اللي اللي حرفيًا أنت مش عنده فاهم تقصير الحتة دي، اصلا اللي هو اللي هو أنت مش فاهم الحتة دي من أول السنة، فأنت لأ، اسمع الشرح ده. جزء مثلا في النحو انت اصلا مش فاهمه كويس، لا إمم. انت ما ذاكرتش كويس في اول مره عايز تحل فيه زياده فمش الحاجات دي، لا اسمعوه وفي عادي. مدرسين برضه بيبقوا مفصلين الفيديوهات، مثلًا امم فيديو شرح أساسي، اه، فيديو أفكار ده بقى اسمعه بقى ايوه عادي، الافكار دي اللي لازم هي فيديوهات تسمعها الأفكار، لان هتجمع الترميطات، لك مش عارف الدنيا. إيه، دي تسمعها عادي ما فيش مشكلة. بس فده يعني ده بالنسبة يعني لإيه، إن أنا أسمع الفيديوهات تاني والّا لأ. وطبعًا مش عشان أنت ما سمعتش الفيديو يبقى أنت مش هتراجع هتحل على طول، لأ، أنت بقى لا ذاكر لازم بنفسك تذاكر من مع نفسك، ما الكتاب، ينفعش أنت تسمعه لازم خلاص. يعني أنت هتراجع بنفسك من الكتاب، يعني حتى عايزة أقول لكم الفيديوهات اللي أنتم هتسمعوها كمراجعة ما ينفعش تسمعوا بس، لازم تمسك لا الكتاب طبعا، كده وتذاكر أنت، يعني لازم تذاكر ما أنت. انا قلت لكم ده اهم حاجه، انت العامل الاساسي في المراجعه. تحفظ وتفهم أنت وتذاكر أنت بنفسك. والحل بقى يعني حاولوا تحلوا كتابين، يعني مثلا الكتاب اللي انتوا مع المدرس بتاعكم، او جيبوا كتاب زياده، كده كده معظم المدرسين اصلا لو اونلاين او سنتر بيجيبوا مثلا بيحلوا. بيحلوا حل كافي يعني. إمم. فلو انت بتروح عند المدرس لا حاسس ان انت عايز تحل اكتر، حاسس ان الحل مش كفايه، هات لك كتاب زياده، او لو انت معاك كتاب اصلا من اول السنه ما تكمّلوا بقى. خلصتهوش كمله احسن، ما تجيب إمم. كتاب زياده، لا خلصه الاول عادي. حاول وانت بتبدا تراجع، يعني ما تجيش مثلا على مادة عشان إمم. مادة تانية، انت مثلا في مادة بتحبها واصلا مذاكرها كويس، فتقول ايه خلاص انا هراجعها انا الاول مش عارفه ايه، عشان انت اصلا نفسيا انت حابب تراجعها. لا طبعا، ده بالعكس، انت المفروض تبدأ المواد، بالصعب اه أصلًا. المواد اللي انت لا إمم. انت مش ماسكها كويس وحاسس ان انت مقصر فيها ومش حالل فيها كتير وكده، لا ابدأ بيها، او اصلا كمان مش اللي هو يعني خلي في توازن من كل المواد، إمم. والمواد اللي هي بقى تقيله قوي لا دي اديلها اهتمام اكبر، بحيث ان انت توازن بين كله، بحيث ان في ليالي الامتحان تكون كل المواد يعتبر متساوية، فتراجعي بقى طيب عادي. في سؤال برضه هيتسأل، اللي هو أنا أسمع فيديوهات الحل كلها والّا لأ؟ أنت بقى مش في أول السنة، إن أنا كنت باقول لك أول السنة لأ، حتى لو أنت حل الأسئلة كلها صح، شوف عشان ده تشوف في الأول المدرس بيفكر خالص. إزاي ومش عارف إيه، لأ أنت دلوقتي خلاص أنت عارف أصلًا طريقة تفكير المدرس وعارف أنت هو هيحلها إزاي، فأنت تسمع بس حاجتين، الأخطاء اللي أنت غلطت فيها دي تسمعها، تاني حاجة تسمع الحاجة اللي أنت أصلًا حليتها كده اللي هو ما كنتش متأكد منها بس بالإحساس جت يعني. صح، اللي هو آه. يعني كده. فأنت مش عارف تفسيرها أوي أو حليتها كده إيه، كده يعني، فأنت لأ، اسمع الحل الأسئلة دي. خلاص انت بقيت خبرة بقى، فمش محتاج تسمع آه، الفيديو كله. بس.
في حاجة برضه مادة مثلًا زي الأحياء، يعني بصراحة كنت أنا باحب أسمع دكتور أحمد الجوهري جدًا، جدًا. فكنت باعمل إيه، مثلًا عايزة أقول لكم على حاجة، طبعًا دكتور أحمد الجوهري بيدّيكم شرح من 2 يعني الجوهري وكتاب الامتحان، فأنتم راجعوا من حاجة واحدة، مش يعني اللي هو ما تنوعوش في المصادر في المراجعة، ده أنا هاراجع من كتاب لأ، كذا وكمان في هو نقطة كتاب واحد. في ناس إمم. مثلًا أصلًا بتذاكر من حاجة تانية بقى، اللي هو أنت مثلًا ذاكرت من كتاب غير هيجيبوا بتاع أول كتاب السنة، تاني راجعوا لأ، منه، لأ طبعًا أنتم لأ، بتذاكروا من نفس مصدر الشرح اللي هو في الأول، أو بالضبط. مصدر المذاكرة ده يعني في حتى الأول. في ليالي الامتحان هنقول لكم النصيحة دي، اللي هو هو المذاكرة نفس تبقى من الكتاب المصدر الأساسي. الأساسي إمم. شرح اللي هو مذاكرة من الأول، مراجعة ليالي الامتحان اللي هو أنت هتفضل تذاكر منه، عشان أصلًا هتفتكر المعلومة كانت موجودة كذا في فهتفتكرها في مكان كذا. الامتحان، إمم. وفي نفس الوقت بنفس طريقة العرض، فأنت لأ هتبقى طبعًا أحسن بكتير ما تجيب كتاب تاني والكلام ده لأ. صح. فمثلًا في الأحياء أنا كنت جيت في المراجعة رجعت من كتاب الجوهري، جيت بقى في ليالي الامتحان رجعت من الكتاب التاني اللي هو كتاب لأن إحنا كده الامتحان. الاتنين كنا بنذاكر آه، منهم في الأول، فهم يعتبروا حاجة يعني حاجة واحدة مش آه. مصدر تاني أو كده. بس فأنتم اعملوا كده برضه، يعني راجعوا من كتاب واحد دلوقتي والكتاب التاني يبقى راجعوا منه ليالي الامتحان عشان ما تشتتوش نفسكم برضه في المراجعة، تراجعوا من كذا حتة أصلًا ما فيش. في حاجة كمان بقى إن الأحياء بصراحة كنت باحب أسمع أصلًا دكتور أحمد الجوهري، فمثلًا بدل ما كنت باخد وقت في السماع على سرعة وكمان أذاكر، كنت باعمل إيه، كنت باسمع افتكر الفيديو معاه. على بطء اللي هو يعني على واحد، وفي نفس الوقت أنا هو مثلًا بيشرح حاجة معينة وأنا عينيا في الكتاب باذاكر معاه، فاللي هو كانت على سرعة واحد فكنت بالحق عادي. بس لو ف أنت بتعرف يعني توازن بينها، لو آه، أنت مثلًا حاسس إن أنت بتكروت الشرح في نفس الوقت ما بتلحقش تذاكر كويس، لأ خلاص شوف الفيديو وبعد كده ذاكر، بالضبط. إنما لو أنت بصراحة بتعرف كنت كده فيديوهات خلاص. الأحياء كنت باحب أسمعها عشان باحس إن الدكتور أحمد كان بيربط بين الأبواب، فعلًا. ده كذا قابلنا كذا مش عارف إيه، فكنت باحب أسمعها يعني. في حاجة مهمة جدًا لازم تاخدوا بالكم منها، إن أنتم تراجعوا الأخطاء بتاعة أول السنة، يعني أنتم مش مجرد اللي هو خلاص هاحل جديد، لأ الحاجات القديمة دي أصلًا بيتكرر منها تاني، فأنتم لو راجعتوها هتحلوا أحسن، والشوامل برضه أمّا تيجي تحلوها هتحلوا أحسن، عشان الأفكار دي لو راجعتوها هتثبت معاكم أكتر. بالضبط، حتى بالذات في الجزء الأخير من المنهج، لأن الجزء الأولاني already أنتم لأ أكيد راجعتوا راجعتوه في كتير وكده. الشوامل ومش عارف إيه، فبالذات الجزء الأخير من المنهج ده اللي يعني حاولوا ما تسيبوش حاجة يا جماعة، ما تسيبوش خطأ أنتم غلطتوا فيه قبل كده وييجي تاني وتلاقوا نفسكم مش عارفينه، ودي أصلًا حاجة تزعل، فلأ. وحاولوا الفكرة بتاعته تنقلوها في كتاب الشرح، إمم. عشان يعني لمّا تيجوا تراجعوا مثلًا في ليالي الامتحان تقرأوها تاني برضه، حرفيًا دي الحاجات دي بقى أصلًا هي اللي حرفيًا هتفيدكم. الأخطاء في المراجعة بقى، اللي في كتب المراجعة. آه. أنت بقى أنا مثلًا كان جالي فترة اللي هو إيه، باقول إيه مش هاعلّم عليها وهابقى أشوفها في آخر السنة نفس السؤال، بتكسل لكن ما بيبقاش في وقت حتى عشان في ليالي الامتحان إن أنا أنت أشوفها. بتذاكر وبتحل زيادة آه. وبتعمل، فهتشوف كمان فاللي هو صعبة. في ليالي الامتحان تذاكر في 3 أيام مثلًا، تذاكر صعبة. المنهج كله وتحل شوامل وتشوف أخطائك في كتب المراجعة، ليه؟ طب أنت سجّل الخطأ ده نفسه في الفكرة نفسه في كتاب الشرح، بدل ما عشان مش تكتب السؤال تراجعها تاني. تراجع الفكرة أحسن بدل ما تراجع السؤال عشان ما فيش وقت إن وكمان أنت تراجع أصلًا تاني. يعني كان الأحسن كمان إن أنتم اللي هو في مثلًا الترم الأول، عشان أنتم أصلًا كنتم بتراجعوه في الشوامل وكده، كنتم تسجلوا أنا كنت باسجّل الملاحظات فعلًا في أخطائي. البتاع، ما تضطروش تراجعوه تاني الأسئلة، إنما بقى الترم التاني كنتم تراجعوه تاني. برضه في حاجة مثلًا الفيزياء، الناس اللي عاملة لها كشكول مثلًا أفكار وبتاع، خلاص ما أنت مش مضطر إنك تقرأ تاني بقى من كتاب الشرح، مش أنت عامل كشكول مخصص إن أنت مجمّع فيه الأفكار وكده، خلاص ادخل على الكشكول على طول، يعني ما تخلّيش يبقى عندك وسواس ده أنا ما راجعتش من كذا، ما شُفتش كذا، مش عارفة إيه، لأ، اللي هو خلاص أنت عملت حاجة ذاكر منها يعني، وهي المراجعة يعني هي بتبقى صراحة يعني بسيطة كده. فترة هي بسيطة بس مُنتِجة طبعًا. أوي، وحرفيًا يعني أنت المنهج اللي بتلمّوا المنهج حاطّه في كلّه كذا في شهر في شهرين شهرين، مثلًا، فلأ بصراحة يعني لأ، هي فترة كويسة اللي يستغلها صح يعني. في ناس بس معيّنة بتقول لي مثلًا إيه، اللي هو لازم تعمل مجهود جامد عشان تحس إن هي ذاكرت. إمم. بالعكس يا جماعة المفروض العكس، اللي هو أنتم مثلًا تذاكروا بذكاء، اللي هو أنت مثلًا مجمّع الكشكول وقعدت تتعب فيه طول السنة عشان تعمل أفكار فيه، فليه تاني تروح تراجع مثلًا إمم. الكتاب؟ طب ليه؟ ما خلاص ما هو أنت مجمّع كل حاجة فيه، حاول تنجز عشان الحل هو الأهم دلوقتي، إن صح. أنت تحل كتير. ودلوقتي بقى هاسيب لكم دلوقتي جدول المراجعة، يعني هاكلمكم بقى عن إزاي ننظّم وقتنا وكده، وجدول مقترح ليه. نتكلم بقى أول حاجة عن الجدول. ايه فكرة عمل الجدول او ازاي اصلا بنعمل جدول؟ تمام، لان انا عارفة ان الجدول ده يعني مش طبيعي انك هتمشي عليه طول الوقت وبانتظام والكلام ده احنا ياما عملنا جداول وياما وقعنا في حاجات، يعني مثلا المادة المتراكمة دايما لما مثلا يتراكم عندي مادة دايما بتتحط اصلا كل يوم في الجدول، يعني كل يوم ساعتين 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 كده، فاللي هو كده يعني مش هتمشي على الجدول ده مظبوط، لكن انت ممكن تخليه جدولك الاساسي، اللي هو انت مش مراكم حاجه تقدر تخلي ده جدولك الاساسي. تمام، والجدول منطقي وكويس وكل حاجه ونافع اكتر لطلبه الاونلاين، لان هم اكتر ناس مش بتعرف تنظم وقتها، فبالتالي انا يعني هساعدكم في ده، بما اني اكتر حاجه يعني اكتر حاجه بحبها التخطيط والحاجات دي يعني. طيب انا عملت ازاي الجدول ده بقى؟
اول حاجه بنحاول نقسم الماده على كذا يوم في الاسبوع. اللي طب انا ينفع مثلا اذاكر فيزياء كلها في يوم واحد، الكيمياء كلها في يوم واحد زي ما في ناس بتعمل؟ والله في ناس بتعمل كده والدنيا ماشيه معاها تمام وبالنسبه لها عادي. لكن انا رايي لا، رايي ان الافضل نقسم الماده على كذا يوم في الاسبوع، 3 أو 4. ليه سببين. اول سبب ان انا يعني احس ان الماده ماشيه معايا على طول، يعني انا لسه مذاكره فيزياء امبارح، فاللي هو تحس ان لا ده هي لسه في دماغي اصلا. لكن لما تبقى تذاكر ماده واحده على ما ترجع لها ان شاء الله في 5 ايام كده ولا حاجه، فبتحس اللي هو يا بعيده قوي، بتحس ان انت ناسي اصلا اللي فات. ده اول سبب. ده حتى مثلا ده انا في مره ذاكرت فيزياء يوم كامل، كذا مره اعمل الحركه دي على فكره، ان انا اذاكر ماده يوم كامل كده، بحس ان انا في الاخر دماغي يا لهوي بجد. انا اصلا وقتها كان عليا امتحان على المنصه يعني وكده، فقعدت اذاكر بقى طول اليوم وجيت امتحنت بالليل. دخلت الامتحان اصلا مش عارفه احل حاجه من كتر ما دماغي دي اللي هو من كتر المعلومات ما مش قادره ان انا استوعب الكميه دي، فاهمين قصدي؟ فبلاش منها الحركه دي خالص. يبقى انا هقسمها على مرات في الاسبوع بحيث ان هي تكون بسيطه وبتخلص بسرعه وخلاص. طيب السبب التاني ان انا لما اذاكر في اليوم 3 مواد او مادتين، اللي هو بتحس بانجاز، بتحس ان انت عملت حاجه. ده انا ذاكرت النهارده انجليزي وكيمياء واحياء، اللي هو لا اللي هو بتعد كده انا ذاكرت كذا وكذا وكذا. فدي اولا راحه نفسيه يعني. تمام، يبقى ده السببين. طيب يبقى دي اول حاجه هنعملها. طيب بالنسبه للشوامل قلنا هنبدا شوامل عربي وانجليزي بس. طيب ده في ناس على اليوتيوب بيقولوا لك ان احنا نبدا شوامل كل المواد، وطبعا ده كنت بسمعه يعني السنه اللي فاتت من ناس كتير على اليوتيوب وكده، بس انا رايي لا، انا ما اقتنعتش بصراحه بالكلام بتاعهم، لاني حسيت اللي هو يعني ازاي يعني هحل شامل فيزياء من اول يوم؟ يعني حسيتها مش منطقيه كده. حتى جيت ابص على الاسئله يعني يعني قلت اجرب يعني بقى، لاني معظم الناس اللي على اليوتيوب قالوا كده، فاللي هو حسيت نفسي اللي هو يعني جت عليا، فجيت اجرب لقيتني لا، مش فاكره حاجه خالص. فقلت لا، انا بس هحل شوامل عربي وانجليزي بس، وباقي المواد ان شاء الله لما اخلص. تمام، فدي يعني مش لازم ان انت تحل كل الشوامل من اول اسبوع. لكن انجليزي وعربي ابداهم ليه؟ لان كان اصلا اغلب الامتحان مش من المنهج اصلا، فبالتالي انت تقدر تحل عادي. ممكن تغلط في النحو، ممكن تغلط في البلاغه، الادب، ممكن تغلط في الجرامر وهكذا، بس مع كل غلطه بتقدر انت تروح تجيبها تمام وتذاكرها في وقتها، وهتسهل معاك اصلا في المراجعه لما تيجي بقى وانت بتراجعها، اللي هو خلاص هي ثبتت معاك اصلا، اللي هو كانك راجعتها يعني. ده بالنسبه للجزء بتاع الشوامل. الجيولوجيا حطيتها يوم واحد ليه؟ لان هي مش مستاهله، انتوا عندكم بس 3 ابواب، احنا كان عندنا 7 ابواب وكنت بحطها يومين بس، لكن انتم تقدروا يعني تذاكروها في يوم واحد بس اللي هو الجمعه يعني. طيب احل بمعدل قد ايه شامل 1 أو 2 في الاسبوع؟ انا من رايي ان انت تقدر تحل شاملين في الاسبوع، يعني ماشي ممكن اسبوع شاملين، اسبوع شامل 1 يعني، لكن مش كل مره شامل 1 يعني، لان انت اصلا اولا يعني الجيولوجيا كانت عندنا كامله، فانت متخيل الجيولوجيا كانت عندنا كامله، وكنت بحل فيها كتابين، كنت بحل فيها كتاب الامتحان وكتاب السلطان، والفرنساوي كنت بحل فيه كتير جدا مع الميسيو اللي كنت بروح عنده، فبالتالي انت معاك وقت، اللي هو كل الوقت اللي انا كنت باخده ده هيبقى عندك فين؟ انت بس ما تضيعش وقت وان شاء الله تقدر تلتزم. طيب يبقى احنا الجدول ده هيبقى جدولنا الاساسي تمام، لكن طبيعي هيتغير كتير، يعني احنا ياما عملنا جداول ياما وكل يوم بجدول، بجد كل يوم بجدول يعني، فعادي. لكن انا حاليا كنت بعلمكم يعني ازاي نعمل جدول اصلا من الاساس. طيب والمواد المتراكمه بنعمل ايه؟ والله اول لما تلاقي ماده متراكمه بتعمل ايه؟ بتحطها كل يوم، سبت حد 2 3 كل الايام. اوعى لما يكون عندك ماده متراكمه تاخدها في 3 ايام تقعد تخلص فيها وتسيب باقي المواد تتراكم عليك، هي مش ناقصه بجد، مش ناقصه. اوعى الحركه دي تتعمل، انا قلت اهو. يعني احنا بناخد مثلا 3 مواد في اليوم، ده مش كتير، ده عادي، ما انت كده اصلا مقسم المواد اهو في 4 ايام في الاسبوع، فبالتالي الكميه اللي هتذاكرها في المره هتبقى قليله. يعني مثلا لو احنا عندنا محاضره بتنزل في الاسبوع، محاضره كامله، فانا هعمل ايه مثلا؟ وليكن عربي، مره هسمع فيديوز الشرح او مثلا نص فيديوز الشرح واذاكرها واحل عليها، المرة التانية هسمع نص برضو الفيديوز الباقي يعني، وبعدها احل عليها من الكتاب وبعدها اصححها. تالت مرة بقى اقوم حل الواجب واشوف تصحيحه من على المنصة واحل شامل معايا بس، وهكذا بقى. انت بتقسم كل مادة هكذا، مرة فيديو شرح، مرة تانية بذاكرها، المرة التالتة ايه؟ بحل عليها.
كده. بس كده ده كان بالنسبة يعني لجدول المراجعة، وإن شاء الله بقى الفيديوهات الجاية هنتكلم عن كل مادة بالتفصيل شوية وشوية حاجات كده يعني تاخدوا بالكم منها. اتمنى بس تكونوا استفدتوا من الفيديو، متنسوش تعملوا لايك شير للفيديو عشان تفيدوا زمايلكم. مع مع السلامة. السلامة.